الإعلام الفرنسي يهاجم أشرف حكيمي بأوصاف صادمة لسبب غريب، والفيفا يتدخل ويرد بقوة. الإعلام الفرنسي يهاجم حكيمي ويصفه بأبشع الأوصاف بسبب صداقته مع كيليان مبابي. 2 من أكبر الصحفيين في فرنسا يتهجمون على أسد الأطلس بشكل غير أخلاقي، والفيفا تتدخل وترد بقوة لتردع هؤلاء. نعم، كل ذلك حدث في ظرف وجيز وفي أحداث غريبة جدا تكاد لا تصدق، والسبب ربما الغيرة أو سوء النية، لكن ما سنحكيه لكم اليوم يتخطى كل حدود الاحترام، ويضع الصحافة الفرنسية مجددا في موقف سيء جدا، خاصة بعد تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وعند ذكر الصداقة التي تربط أشرف حكيمي بكيليان مبابي، فلا شك في الأمر يجلب للكثيرين ذكريات جميلة جدا سواء داخل الملعب أو خارج الملعب. فالأمر يتعلق بلاعبين نجح في تكوين علاقة متينة جعلتهم يتخطي مفهوم الصداقة ليصل إلى الأخوة أو أكثر من ذلك، ويكفي أن نرى صورهما معا في المباراة التي جمعت المغرب بفرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. حتى تفهم عما نتحدث، وهل تعرفون ماذا حدث بعد البطولة تلك؟ اللاعبان سارعا معا للعودة إلى باريس سان جيرمان، وخاصة المباراة الموالية أسبوعا واحدا بعد انتهاء البطولة العالمية، ثم أخذ معا إجازة سافر خلالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا بدأ كل شيء. الإعلام الفرنسي ربما لم يتقبل اقتران ابنهم المدلل ونجمهم الأول بلاعب مغربي عربي مسلم، وأخذ في الهجوم على أشرف حكيمي بشكل لا أخلاقي وأثار حفيظة الجميع، حتى جعل الفيفا نفسها تتدخل. فما الذي حصل بالضبط؟ أول الهجوم على حكيمي كان من إذاعة مونتي كارلو الفرنسية، هذه الأخيرة عن طريق صحفيها الفرنسي جوليان كازار، والذي قام بمداخلة مستفزة حكى فيها محادثة لمبابي، ثم وصف فيها أشرف حكيمي بوصف نترفع عن أنفسنا عن ذكره، لكن وصف يقارن فيه حكيمي برفيق كيليان مبابي الألي. ولعلكم تعتقدون أن سقط قبيحا من الصحفي الفرنسي، وأن الأمر حالة منعزلة لا يصح تعميمه على الصحافة الفرنسية، لكن أنت مخطئ حقا، لأن ما حدث بعد ذلك صادم أكثر. وهنا جاء الدور على الصحفي أوروبا ليقول أنه لا يفهم ما الذي يفعله اللاعب مثل حكيمي مع كيليان مبابي في سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن ربما رافقه ليخدمه. تلك التعليقات الصادمة جعلت الفيفا تتدخل بقوة، وينشر عبر حسابه في تويتر صورة لمبابي وهو يعانق حكيمي في كأس العالم، وكتب عليها: احترام، حب، صداقة، تلك هي كرة القدم التي نعشق. ومن موقفنا في الأخبار الرياضية نقول لحكيمي: استمتع بحياتك، ركز على مسيرتك، ودع التفاهات هذه جانبا، فلن يتحدث عنك سوى لأنهم غاروا منك أو حسدوك ولم يتقبلوا تفوقك الرائع.